تعرف إن سعادتك بتتولد من حل المشكلات، ولو أنت ما خدتش أي خطوة عشان تحل المشاكل اللي بتواجهها هتعيش في تعاسة لحد ما تعيد تفكيرك تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إسلام وسام وأنت بتتفرج على قناة فهمني. فكرة القناة إن نقرأ كتاب وأفهمه بحيث إن أنا أوصل لك تجربة أشخاص وصلوا لمكانة معينة وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق، فلو حابب تستفاد اشترك في القناة. الفصل الثاني يا صديقي من كتاب فن اللامبالاة للكاتب الرائع مارك مانسون. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على إنك لا تحاول يا صديقي، ولو أنت مش فاهم ممكن ترجع للحلقة هتستفاد منها كتير. والحلقة دي هنفهم مع بعض إيه الحاجات اللي المفروض أعملها عشان أوصل للسعادة، وليه السعادة ما بتدومش غير لوقت قليل وترجع تاني المشاكل. فحضر بقى كوب قهوة وصلى على النبي وندخل في المفيد. عمرك سألت نفسك ايه اللي بيخليك ناجح او انك تكون سعيد؟ هتقول لي الحاجة اللي انا بحققها وبتكون مفيدة دي بتخليني ناجح، والحاجات اللي بتحصل لي حلوة بتخليني سعيد. طب السعادة ديت بتدوم لوقت قد ايه؟ بس قبل ما تجاوب تعالى نشوف القصة اللي حكاها لنا مرة. بيقول لك كان في ملك عايش في عصر من العصور وكان هيرزق بطفل، فقعد يحضر كل حاجة في القصر عشان الطفل دوت يعيش حياة رفاهية وما يشوفش اي معاناة للحظة واحدة، وعمل كل الترتيبات وبالفعل الطفل ده عاش في نعيم لحد ما بقى شاب. وفي السن دوت اتولدت عنده المشاكل بالرغم من كل الرفاهيه دي. طب ازاي؟ كان حاسس ان حياته فاضيه وملهاش اي قيمه وكل اللي بيقدمه له والده ملوش اي معنى. تخيل بقى ان انت تبقى عامل لابنك كل حاجه وفي الاخر يقول لك انت ما عملتليش اي حاجه وما وقفتش جنبي، شعورك هيكون ايه؟ طب هو ليه قال كده بالرغم من كل اللي عمله له؟ فبيقول لك هو دايما كان حاسس ان هو ما بيعملش حاجه مفيده وانه محبوس وعاوز يشوف الحياة، فقرر انه هو يخرج من القصر يشوف الدنيا. وبالفعل اتفق مع حد من الخدم عشان يخرجه، والأول مرة قدر يشوف المعاناة اللي بيقابلها البشر. شاف الناس المريضة والمتشردين وشاف الناس اللي مش لاقيين ياكلوا وغيره. ولما رجع القصر اتضايق جدا ازاي والده خبى عليه الحاجات دي. وبص يا صديقي، حقيقي كل اللي بيعملوه ابوك وامك حتى لو كان في مصلحتك انت هتشوفه ولا حاجه، وان هم بيجبروك على حاجه انت مش عاوزها. وعشان كده سواء انت اب دلوقتي او لسه ما اتجوزتش فحاول في التعامل مع اولادك دلوقتي او في المستقبل انك تسيب لهم مساحه يتحركوا فيها عشان يحسوا فعلا ان هم خدوا القرار وهم المسؤولين عن النتائج. ولازم تعرف ان ابوك وامك مش عاوزين ليك اي معاناه. فالمهم قرر ان هو يهرب من القصر وما يرجعش تاني. وبعد ما هرب عاش سنين في معاناه وتشرد وجوع وجاله الامر. وبعد سنين لما جه يفكر ايه اللي هو استفاد، ما لقاش للاسف استفاد اي حاجه، ولكن المعاناه زادت عليه. وفي يوم قاعد تحت شجره قرر ان هو مش هيقوم من تحتها الا لما يوصل لفكره عظيمه، وبالفعل وصل للفكره. يعاني الأثرياء بسبب ثرائهم، ويعاني الفقراء بسبب فقره، ويعاني اللي عنده أسرة إنه عنده أسرة. بمعنى صح كل حاجة ليها ضريبة، كل واحد ليه معاناته المختلفة عن التاني، والشاطر هو اللي بيحاول يتعامل مع المعاناة دي ويتقبلها ويحاول يحل على قد ما يقدر. وده اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت ممكن ترجع لها. وده يوضح لينا حاجة مهمة جدا، إن القلق وعدم الرضا جزء من الطبيعة البشرية وهم اللي بيخلقوا لنا السعادة. إزاي يعني لو أنت عندك قلق دايما وعدم رضا باللي أنت فيه وقدرت تتغلب عليه ده هيخليك راضي سعيد. وده تعمله ببساطة جدا، انك ترضى بالواقع اللي انت فيه وتحاول تطور نفسك باستمرار وتاخد بالاسباب. وده اللي حسنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، انك ترضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. المهم بيقول لك مارك، انا لو فكرت اخترع حاجة اول حاجة هخترعها بند هسميها بند الخيبة، ومن خلالها هواجه الناس بالحقيقة اللي بيحاولوا يخبوها عن نفسهم وما بيحاولوش يتقبلوها. يعني مثلا هخبط على كل واحد واقول له حقيقته، الصداقة اللي انت بتحاول تحققها دي مش صداقة. انت عاوز تجمع المال طول الوقت بس ده مش هيخلي ولادك يحبوك. انت بتحاول تأثر على ابنك عشان يسمع كلامك بس للأسف هيكرهك ويبعد عنك. فالألم يا صديقي هو الحل لكل مشاكل. هتقول لي ازاي؟ يعني انا اروح اوقع نفسي في المشاكل والهموم عشان تقول لي دي البداية ودي اللي هتحل مشاكلي؟ لا انا ما قلتش كده. امال قلت ايه يعني؟ انا قلت تتقبل الألم وقت وقوعه وتحاول تتعلم منه. يعني مثلا مين فينا ما اتخبطتش رجله في ترابيزة البيت وهو ماشي وقعد يشتم الترابيزة ويقول ازاي انا ما خدتش بالي؟ وده هيعلمني المرة الجاية ان انا ما اتخبطش فيها وياخد بالي. بس ده مش هيمنع ان احنا نتخبط تاني في حتة تانية، بس انتباهنا هيقلل من ده. فالألم سواء كان فشل او خسارة ما بيخليناش نحبط ونلوم الظروف، لا الألم بيخلينا نتعلم عشان ما نقعش في الإحباط تاني. وده يلفت نظرنا لنقطة مهمة جدا لازم نتعامل معاها بوعي وحذر، وهي العواطف والانفعالات يا صديقي. مش شرط اللي بنحس بيه ان هو كويس فعلا يطلع كويس. هنروح بعيد ليه؟ الشخص اللي انت بتحبه هو نفسه الشخص اللي بتتخانق معاه ومش طايق تكلمه، ووظيفة الأحلام اللي انت بتحلم بيها هي
نفسها اللي معيشاك في ضغط ومخلياك مش طايق نفسك. فالحياه يا صديقي مش وردي، فلازم تسال نفسك سؤال قبل ما تاخد اي قرار: ايه الالم اللي انت قادر تتحمله من اي قرار بتاخده؟ يعني ما تجيش تقول لي انا نفسي في فتى احلامي يكون كذا وكذا وكذا، مش هتلاقي صدقني. وده سببه ان في طلاق كتير دلوقتي، لانك بتكتشف بعد الجواز اللي انت كنت بتحلم بيه مفيش منه. فالمفروض تبقى مستعد ومتقبل المساوئ اللي عندك عشان لما تقابل اي مشاكل. وده ينطبق على الوظيفه برضه. لما تروح اي وظيفه جديده لازم تتقبل ان فيها زمايل مش هتلاقيهم بيحبوك، وهتلاقي المدير العصبي واللي كويس عشان محدش يزعل. وبناء على ده كله اما تقبل الوظيفه او ما تقبلهاش على حسب هتقدر تتقبل ده ولا لا عشان تعيش مرتاح. وقصاد كل تعب واجتهاد وصبر في نجاح. فبيقول لك مارك: لما كنت في فتره شبابي بحلم اني اكون موسيقيا نجم من نجوم الروك، ودايما كنت بتخيل ان انا على المسرح وبعزف الجيتار. والموضوع ده كله كان متطلب مني ان انا اخلص المدرسه ويبقى معايا فلوس اشتري بيها المعدات واخطط واقعد لساعات طويله اتدرب عشان احقق اللي بتمناه. بس في النهايه لا شيء يا صديقي. عارف ليه؟ لانه بيقول لك انا في الحقيقه ما كنتش عاوز كده، ولو كنت فعلا عايز كده كنت بذلت مجهود كبير وخدت خطوات جديه واتدربت لساعات طويله. كل اللي انا عملته اني كنت بحلم واخطط بس ومش ملتزم بتحقيق هدف. وده انا مش بشوفه فشل لاني ما اجتهدتش وما حاولتش، مجرد تخيل بحاول احاوط نفسي فيه طول الوقت. الفكره اللي بحاول اوصلها لك يا صديقي: اسال نفسك سؤال: مين انت وايه التضحيات اللي قادر تقدمها عشان توصل للي انت عاوزه؟ اصحاب الاموال والشركات وغيرهم اللي انت شايفهم في القمه دولت ما وصلوش من فراغ، انت بس اللي شفت النهايه. والنهايه دي وراها وما زال وراها تعب وجهد وصبر عشان يتحقق. ومن هنا انتهت حلقتنا، ومستنيك في الحلقه اللي جايه واللي هتعرف فيها انت ليه مش شخص متميز. ما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.